سمعتوا عن واحدة ست كروزت بقى بالعربية وعملت اوعى فيها الشبح، اتقلبت بالعربية عشان هي سرعتها عالية مثلا، ربنا يكفينا الشر يا رب. دايما اي ست بيحصل لها مصيبة على الطريق بيحصل لها بسبب واحد راجل متهور، ويوم ما الست بتتنيل تعمل مصيبة مصايبنا على قدنا. يعني الستات مشاكلها هبلة قوي، محتاسة في ركنة، محتاسة في يوتيرن، خدت يوتيرن على الواسع قوي، خدت يوتيرن على الضيق فلبست في رصيف، كسرت على حد. يعني المصايب بتاعتنا على قدنا، انما الرجالة او الشباب يعني بسم الله ما شاء الله مصيبتهم بمصيبة بكارثة، أقل كارثة ب3 4000 جنيه، ب5000 جنيه، ب100,000، ما تفهمش. يعني هي في مصيبة كبيرة، في مبلغ كبير محترم بيدفع. صباح الفل عليكم. فيديو النهاردة أنا عايزاكم معلشوا لي فيه كتير قوي، يعني قولوا لي معلش معلش معلش. عربيتي الحمد لله اتخبطت امبارح بالليل، الاكسدام بتاعها اتكسر، والشنطة كمان حصل فيها عوجة كده محترمة. وده كان من ايه؟ ده كان من واحد جه في ظهر عربيتي وراح دب راسع العربيه. ماشيين في شارع عادي جدا، يا دوبك هو حارتين ورصيف، ما بياخدش اكتر من كده، وبيتسابق هو وصاحبه. هو عشان كان روش طحن ما شاء الله، بيتسابق بعربيه فيرنا، تاكسي فيرنا، مش عارفه جايب القلب الجامد ده منين، وبيتسابق بقى وراح هوبا لقى عربيتي في وشه، وراح دب لابس فيها وكسر لنا الاكسدام اللي ورا، والعربيه اتنطرت الناحيه التانية، واحنا الحمد لله يعني فيها، بس الحمد لله مفيش حاجه حصلت اكتر من ان الاكسدام اتكسر. انا بس عايزه اسال سؤال، يعني انا عملت فيديوهات كتير قبل كده عن الموضوع السواقه والتهور، وان الموضوع ده ما بيجيش غير من شباب او من رجاله. طيب انتوا بتستفيدوا ايه؟ يعني نازلين تتسابقوا في قلب زحمه او في قلب مدينه او في قلب شارع او حتى على طريق سريع، مش عارفه بتستفيدوا ايه؟ يعني هو نزلنا واتخانقنا معاه وبهدلنا الدنيا ولمينا علينا الناس، ونزلت خدت رقم العربيه بتاعته وقلنا له انت يا هتدفع لنا تعويض، يعني نبلغ الشرطه هي بقى اللي تيجي تشوف لك حل، هنعمل فيك محضر. انت استفدت ايه؟ يعني ماشي تكروز بالعربيه وماشي تتنيل على عينك علشان تكسر عربيات الناس. انا مثلا احنا ماشيين، انا ما كنتش سايقه، زوجي اللي كان سايق، بس احنا ماشيين في امان الله في شارع عادي جدا، ما فيهوش اي حاجه، وماشيين على طريق عادي بسرعه هاديه جدا، مش كنا مش عارفه ماشيين على 40 ولا 50، يعني مش على حاجه. احنا بقى ذنبنا ايه عربيتنا تتفشفش عشان واحد مهمل زي ده؟ يعني انا نفسي افهم اللي بيعملوا ده بيستفيدوا ايه؟ يعني انتوا بتبقوش حاسين بقيمة العربيات اللي انتوا راكبينها ولا بقيمة العربيات الناس التانية اللي انتوا ممكن تأذوها، وان الحمد لله ان الخبطة جت في العربية ما جاتش في حد فينا احنا. يعني الحمد لله ان محدش اتأذى. انا بنتي كانت قاعدة ورا، والبنت اتسرعت، قعدت اكتر من ساعة بتعيط من اثر الخبطة والهبدة اللي العربية اتهبدت. العربية نطرت لقدام اساسا من اثر الخبطة، عشان سيادته جاي راح رازع العربية وخبطها ورا. ده غير اصلا ان العربيه اللي هو سايقها دي مش بتاعته، وكلموا صاحب التاكسي او العربيه اللي هو كان راكبها وجه واتخانقنا معاه، قلنا له يا تدفع علينا تعويض يا اما يعني انت تشوف حل. انت مش عارف اقل اكسدام بكام دلوقتي؟ انتوا اقل قطعه عربيه انتوا مش حاسين بقيمتها، ان انتوا بتمشوا تكسروا في عربيات الناس، وتهور وخبط وقله ادب. انا معرفش اخرتها ايه، لا في بقى قوانين تحمي الناس دي ولا في ايه، انا معرفش. بس بجد الناس دي في منتهى الاهمال، منتهى قله الادب. يعني انت ماشي تخبط في عربيات خلق الله، مش حاسس بقيمه العربيه اللي انت راكبها عشان بس تبان ان انت روش طحن يا ولا، وماشي تعمل بالعربيه. ده غير المصايب والكوارث والحوادث. انا لينا واحده زميلتنا اللي كنت منزله بوست عنها على البيج، الله يرحمها، هي وزمايلها ماتوا بسبب واحد كده. واحد واقفين هم على جنب الطريق، جه خبط العربيه على عربيتهم، يعني اتنطرت الناحيه التانية والعيال ماتت. يعني في ايه اكتر من الموت؟ انا كمان بعمل الفيديو ده علشان بس مش بخوفك من حاجه، يعني انا مش بخوفك، بس انا عايزه اقولك ان انت هتقابلي النوعيه دي كتير من الناس. انا بشوفهم كتير جدا على الطريق، اللي بيجري فو وبيعمل. انت مش في بتستفيدوا ايه؟ يعني انتوا بتستفيدوا ايه؟ نفسي افهم. اول حاجه انت لازم تعمليها، خلي بالك كويس قوي وعينك دايما 90% من الاخطاء اللي بتحصل بسبب اخطاء الاخرين. انت تبقي مركزه وماشيه في امان الله وماشيه في طريقك وماشيه على في حارتك وفي كل حاجه، وتلاقي حد ابن 60 في 70 جه ممكن يكسر عليكي، ممكن يخبط لك العربيه بسبب تهور. تاني حاجه دايما يتريقوا على سواقه الستات. عمركم سمعتوا عن واحده ست كروزت بقى بالعربيه وعملت اوعى فيها الشبح، اتقلبت بالعربيه عشان هي سرعتها عاليه مثلا، ربنا يكفينا الشر يا رب. دايما اي ست بيحصل لها مصيبه على الطريق بيحصل لها بسبب واحد راجل متهور، ويوم ما الست بتتنيل تعمل مصيبه مصايبنا على قدنا. يعني الستات مشاكلها هبله قوي، محتاسه في ركنه، محتاسه في يوتيرن، خدت يوتيرن على الواسع قوي، خدت يوتيرن على الضيق فلبست في رصيف، كسرت على حد. يعني المصايب بتاعتنا على قدنا، انما الرجاله او الشباب
يعني بسم الله ما شاء الله مصيبتهم بمصيبة، بكارثة، أقل كارثة ب3 4000 جنيه، ب5000 جنيه، ب100,000 ما تفهمش. يعني هي في مصيبة كبيرة، في مبلغ كبير محترم بيدفع. هو أصلا عربيته اتفشفشت، يعني هو بسبب الخبطة دي. يمكن أنا الخبطة بتاعت عربيتي أنا أهون مليون مرة من المصيبة، لأن مصيبته بقى جت كلها في الكبوت، والكبوت لما بيتخبط شكرا، في 900,000 حاجة جوه الكبوت ده ممكن تتبهدل وتتكسر وتتغير بمبلغ وقدره. دلوقتي احنا بنتكلم في ارقام، دلوقتي اقل قطعه غيار في اقل عربيه بشيء وشويات. فيعني اللي بيتريق على سواقه الستات يقول لك دي سواقه ستات والستات ما لا لا والله، الرجاله اللي بيعرفوا قوي ماشيين يخبطوا في خلق الله، وماشيين بقى روشين وعمالين مسابقات ومتهورين ودايس بنزين واديله. ما عمركم سمعتوا عن واحده ست مثلا عملت ده بسبب انها متهوره؟ يعني هي بتبقى ماسكه في الدركسيون وقافشه فيه ومرعوبه يعني وخايفه. اهم حاجه ان انتي قبل ما تطلعي في اي طريق او حاجه قولي اذكارك، وربنا هو اللي بيحصنك دايما. وقولي دعاء الخروج من البيت ودعاء ركوب الدابه، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. دايما خلي ذكر ربنا على لسانك، علشان ان شاء الله ان شاء الله ربنا يحميكي، ولو لا قدر الله حصل اي حاجه على الطريق تيجي في حاجه بسيطه باذن الله. فيعني انا بس طالعه بقول لك الكلام ده في الفيديو لان دايما بطلع اقول نصايح، لكن لما بتحصل لي حاجه بشكل شخصي هطلع اقولها لك عشان تخلي بالك منها. اهم حاجه ان انت تدعي ربنا دايما بالستر، ان ربنا دايما يسترها. ما توقفيش انك تعملي اي خير ايا كان شكل الخير ده، صدقه، زكاه، على قد مقدرتك الماديه. ما عندكيش المقدره الماديه خلي دايما عندك عمل خير في اي حاجه، جبر خواطر، ان انت تتمني الخير لغيرك. دايما الحاجات دي ربنا بيردها لك في اصعب المواقف، يعني في اسوأ الاحداث او اسوأ الحاجات اللي ممكن تحصل لك. لو العربيه اتخبطت منك او حد خبطها لك ما يعني ازعلي شويه عادي، ده حقك، بس ما تتضايقيش قوي، وقولي الحمد لله على كل حال. ده لازم يعني تحفظي ده مهم، علشان انت لازم تحمدي ربنا على اي حاجه وتقولي الحمد لله انها جت في حاجه بسيطه. والحاجه الاخيره اللي عايزه اقولها لك ان البهايم مش موجودين في الزريبه بس هتلاقيهم موجودين على الطريق. والله هتقابلي من النوعيه دي كتير قوي قوي. فاحذري من الرجاله او الشباب المتهورين اللي بيمشوا يعمل فيها شبح ويكسر ويعمل ويخبط في عربيه الناس. انا بجد ما مش عارفه الناس دي بتستفيد ايه. وانتوا لما بتنزلوا تتسابقوا مع اصحابكم ولا بتنزلوا تهببوا وتعملوا اي مصيبه، انتوا متعرفوش او مدركين انتوا ممكن تاذوا كام حد، وممكن لا قدر الله الموضوع يوصل لوفاه ويوصل لاصابات، والعربيات بتتخبط. والعربيات دلوقتي بقت مكلفه جدا جدا، ارخص عربيه واقل عربيه دلوقتي بشيء وشويات، وهو ما بيحسوش بقيمه الحاجه. يا جماعه الله يستركم، امشوا بالراحه وامشوا بهدوء، والدنيا ما طارتش، والعشر دقايق اللي انا هسرح فيهم وهجري مش هيبقى المفاعل النووي اللي انا سايباه هيفرقع في البيت، والله مش هيحصل له حاجه. يعني انا مش فاهمه ليه الناس ما بتتأناش، ليه الناس ما بتمشيش بالراحه كده والدنيا تمشي بالراحه؟ ليه كله مستعجل وعايز يفرك ويجري ليه؟ وخصوصا الحركه دي ما بتصدرش غير من رجاله، ويمشي يشتموا في سواقه الستات ويقول لك اصل الستات ما بتعرفش لا اله الا الله، دي المصايب كلها يا جماعه ما بتجيش غير منكم. يعني انت هتقابلي من النوعيه دي كتير، انا مش بخوفك من حاجه، عادي كلنا معرضين لاي مشكله او اي حادثه تحصل. لسه واحد من الاسبوع اللي فات بسبب انه كسر عليا العربيه بتاعتي كانت هتتقلب، بسبب ان هو كسر عليا فجاه. يعني كان تحت العربيه رمل وانا بفرمل، راحت العربيه معومه مني، راحت يمين وشمال يمين وشمال. لحقتها والحمد لله ربنا ألهمني وسترها معايا ان لحقت مسكت الدركسيون وسبت رجلي من على الفرامل. العربيه عملت كده بسبب ان كان في رمل تحتيه، والبيه راح كاسر عليا مره واحده، وكان هيقلب العربيه يعني لولا ستر ربنا. وبعدين وقفت بالازاز بتخانق معاه بقول له انت بتهبب ايه ولا بتعمل ايه؟ لقيته بيعمل لي باي باي، ده كان مختل اكيد، ويعتذر له بعدين عمل لي باي باي. هو اكيد ده مش طبيعي. فانتي هتقابلي يعني البهايم مش بس موجودين في الزريبه، لا هتلاقيهم على الطريق بيسوقوا وممكن يلبسوكي في اي مصيبه. يعني هي دي مشكله، فربنا يا رب يستر طريقنا ويستر طريق كل الناس. يعني ارجوكوا اتأنوا بالراحه، الدنيا ما طارتش، يعني احنا هنوصل كلنا باذن الله. بس نفكر في عيالنا وفي بيوتنا وفي العربيات اللي احنا راكبينها، ان احنا يعني نحس بقيمه الحاجه دي. ربنا هيحاسبنا على النعم والحاجات اللي ربنا اداها لنا. يعني ما ربنا رزقك بفلوس او ان انت حتى سايق عربيه مش بتاعتك، حافظ على ممتلكات غيرك. يعني انا مش فاهمه الروشنه بتستفيدوا بقى، الروشنه بقى وعمالين تجروا وتعملوا، ما انت بتعمل مصيبه، في كارثه بتحصل في الاخر، في فلوس. يعني احنا وقفنا اتخانقنا معاه وقلت له بص احنا خدنا نمره العربيه، قلت له ما حاجه من الاثنين، يا هبلغ لك البوليس يا تدفع لنا تعويض عن المصيبه اللي انت عملتها. والناس بقى حوالينا ماشيين
لا تعويض ايه وما تاخدوش ليه؟ ان شاء الله ما اخدش تعويض ليه؟ ما تقبلوش العوض؟ لا اقبله. انت كسر لي العربيه وانا ما غلطتش، يعني عارفه لو هو كان حصل له مثلا الحاجه دي غصب عنه، او احنا شفناه في المرايه ان هو العربيه فلتت منه فراح خابط فينا ماشي، لكن ده ماشي بيستهبل، ماشي بيستعبط، فيروح داخل لنا في ظهر العربيه وسرع البنت. يعني يعني هنقول ايه غير حسبي الله ونعم الوكيل؟ ده هو كمان العربيه بتاعته هتتكلف كتير جدا. فيعني ربنا يستر طريقنا بجد، ربنا يستر طريقنا ويحمينا ويحفظنا من كل شر. ما قدامناش حل غير ان احنا ندعي لنفسنا ان ربنا يسترها معانا، وندعي على اي حد مفتري مش حاسس بقيمة النعمة اللي هو فيها. وحاجة كمان نسيت اقولك عليها، لو حصل الموقف ده معاكي، اي حد كسرلك حاجة في العربية، اي حد كان متهور، اي حد عمل معاكي اي مشكلة، اوعي تسيبي حقك. في ناس للأسف ممكن تعمل كده وتجري، لكن اللي وقف وهتاخدي معاه موقف ما تسيبيش حقك. يعني ما تقوليش خلاص عوضي على الله وانا هصلح العربية، لا، اللي غلط هو اللي لازم يصلح العربية دي، هو على الاقل يدفع لك تمن اللي حصل في العربية. يعني ما تقفيش تسيبي حقك، اقفي صرخي وصوتي ولم عليه الدنيا وطلعي موبايلك صوري عربيته او تعملي له محضر وتتهميه ان شاء الله بمصيبة سودا، بس المهم ان انتي ما تسيبيش حقك. يعني اللي يعمل لك حاجة في عربيتك تقفي وتتخانقي معاه وتاخدي منه تعويض، واللي يقولك ما تقبلش عوض لا هقبله، لان مفيش حد من حقه ان هو يعني يبقى غلطان ويعمل حاجة في عربيتك وفي الاخر يقولك معلش انا اسف. طب انا هستفيد ايه من الاسف؟ يعني دلوقتي عشان تصلحي اي حاجة في العربية بتتكلف كتير، ويا ريت العربية بترجع زي الاول. يعني انت بتصلحي الحاجة والعربية بترجع تبوظ اكتر وما بترجعش زي الاول، وتلاقي اداء العربيه نفسه بقى بنايل ب60 نيله، وتقعدي تصلحي اتفتحت فتحه تفتح في 500 فتحه بعد كده. فما تسيبيش حقك، ومش عشان انت واحده ست تخافي، او لو معكيش راجل، حتى لو معكيش راجل اتصلي باقرب حد يجيلك، اقعدي صرخي له وصوتي له وانزلي صوري العربيه بتاعته، عشان الناس المهمله اللي مش محترمين دول واللي ماشيين يكسروا في خلق الله ياخدوا حقهم. وبلاش بقى الناس يقولوا لك معلش يا استاذه ويا انسه ويا مدام وسامحيه، لا ما تسامحيش يا حبيبتي، ما تسامحيش. انت العربيه اللي انت راكباها دي بشيء وشويات دي بالوفات وملايين دلوقتي، ما تسامحيش حد انه يبوظ لك حاجتك وبعدين يقول لك معلش ويمعلشولك، وانا اما ادفع 10,000 جنيه ولا 20,000 جنيه في تصليح حته في العربيه، انا استفدت ايه؟ طول ما انت ماشيه في امان الله وماشيه على جنب ومالكيش دعوه بحد، خلاص يبقى انت عامله اللي عليكي. لكن الناس بتغلط وبعدين يقولك ما تقبليش العوض، لا اقبليه يا ماما، اقبليه يا حبيبتي، وانا بقولك اهو ما تخافيش من اي حاجه. انزلي صوتي وصرخي وعيطي له حتى، وانزلي صوري العربيه وانزلي بهدليه وروحي قربة اسم روحي اعملي فيه محضر، وان شاء الله ربنا بيعوض. يعني ما تخافوش من اي حاجه، خلي قلبكم جامد، لان الناس بجد سلوكياتها في الشوارع دلوقتي بقت زي الزفت. وده مش دلوقتي يعني، وده بقاله سنين، بس الموضوع الناس اتهطلت حرفيا، الناس بقت مهطولة في الفترة الأخيرة دي، بقيت بنسمع عن مصايب وكوارث عمالة تحصل، وبعدين يقولك ما تقبلش تعويض، لا اقبلي وخدي فلوس وبراحتك عادي، ده حقك وده نصيبك، وده أساسا مش حرام، ده حاجة غيرك تسبب فيها.